السلام عليكم، مساء الخير عليكم حبيباتي. ان شاء الله تكونوا غايه، تكونوا بصحه وعافيه. كما راكم تشوفوا اليوم ان شاء الله درت لكم وصفه محبوبه الجزائريين اللي هي البركوكس. بركوكس بواحد الطريقه اكثر من رائعه، بنين ناجح. حتى لو كان الخطره الاولى غادي ديريه تنجحي فيه ويجي كيما تاع النفاسات، كيما تاع الملايم. راه البرد ورانا نكثروا من هاد الوصفات لولادنا بزاف ملاح. الاولى شيرات الصلاه والسلام على رسول الله، وما تنسوناش جيم للفيديو. روحي جيبي كميه من البركوكس وغسليه في الماء. غادي نغسله انا 3 خطرات حتى نقلع عليه كاع هذوك الصوالح اللي زايدين فيه. كاش غبره سيرتو كي تشريه بالكيلو. انا شريته بالكيلو، على هذه غادي نغسله 3 خطرات مليح مليح. شوفي تنشوف باللي الماء تاعه صايره صافي. كي نشوف باللي الماء هذا اللي راه بيض هكا وفيه هذا شوائب كيما راه هكا صاي، يعني راه نقي والماء تاعه خرج لي صافي. غادي نقعد نشلل فيه، قلت لك حتى 3 خطرات. المهم يتنقى لي مليح. هنايا غادي نخليه ينشف مليح مليح في هذا الكسكاس، نخليه على جهه حتى ينشف ويتشرب لي هذاك الماء. نروح نجيب الكوكوطه تاعي باش نقلو المرق تاعنا. ندير مغرف كبيره تاع السمن مع حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت العادي. خليته يحمى. جبت نص صدر تاع الدجاج. عندي 2 فصوص كبار تاع الثوم، الا كان صغار ديري 4 وقطعتهم. غادي تشوفوا بلي الخضر غادي كاع نقطعها هكا نورمال باسكو من بعد كلشي ينطحن. قلي الاولى الدجاج مع الثوم يعطيك واحد الريحه يا سلام. بعد اللي قليتها غايه نجيبوا 2 حبات كبار بصل، 2 حبات كبار تاع بصل يكونوا تاني مقطعين هكا. وهنايا غادي نعطيكم مقادير مضبوطه تاع هذاك البركوكس اللي درناه ديك الغرفيه باش يجيكم الروا معاه. هنا عندي 4 حبات طوماطيس متوسطين. يبغي الطوماطيس باش تجيني مرقه حمراء. هنا ما غاديش ندير طوماطيس تاع القوطي، على بها كثرت الطوماطيس. عندي هنايا 4 حبات زروديه وشويه من القرعه من الكابويه الحمراء. الكابويه الحمراء اختياريه، الا ما درتيهاش زيدي كثري الزروديه، ديري حتى 6 حبات. على خاطرش كابويه حمراء انا راها عندي ما نكذبش عليكم كبيره، راني نخدم بها في كاع الصوالح اللي نطيبهم باسكو بزاف مليحه الفايده تاعها. هنايا اختياريين، حبه بطاطا صغيره وحبه لفت صغيره. بطاطا ولفت يعني كاع الخضره اللي عندي في الفريجيدير درتها. كانت تحصل على مرق صحي بنين شباب، وكل خضره غادي تعطيني الذوق تاعها. قليت كلش مع بعض. نزيدوا ربطه تاع كرافس وربطه تاع قزبر، ماشي ربطه كبيره زعما هكا، كميه صغيره كي تشوفي فيها قدامك. الكرافس والقزبر. ونزيد تاني انا كل ما ندير حاجه راني نعطيها الوقت باش تتقلى لي تطلق البنه. درت شويه ملح والعطور تاوعي راهم قدامكم. مغرف ونص كنجبير، مغرف ونص كركم، مغرف ونص كرويه، مغرف ونص فلفله حمراء حلوه، ومغرف ونص عطور تاع البركوكس راس الحانوت تاع البركوكس، ومغرف صغيره تاع حرور اللي هو فلفل حمر، رشه صغيره زعفران. صاي غادي نكتب لكم التوابل اسفل الفيديو، نورمالمون تكونوا عقلتوا عليهم. كل شيء درت مغرف ونص صغيره، مغرف تاع القهوه مغرف ونص باش نقدر الكوكوطه تاعي. نزيد نحركهم غايه تاني باش يطلقوا لي البنه تاعهم مع هذيك الخضره. شوفوا لي الخضره كي طلقت الماء تاعها، صدقوني ما درتش قطره ما درتهاش. تالموني منقصه النار وخليتها تتقلى في غردها، طلقت كاع الماء تاعها. كي كملت غايه دروك غادي نمرقو بالماء اللي يكون حامي. شوفي مرقت بالماء حامي ساخن جدا، كنت دايره حتى يغلي. ودروك نبلع كوكوطه تاعي ونحسب لها بعد اللي تصفر 25 دقيقه ونطفي عليها تكون واجده باذن الله. صاي والنار تكون متوسطه، ما ديريش على هذاك الكانون الفور، ديري على اللي على جهه اللي يكون متوسط. نرجع للبركوكس اللي راه نشف لي هنايا. شوفي نشف غايه من هذاك الماء. كنت وجدت كاسرونه فيها ماء مغلي. شوفي كاسرونه درت فيها الماء يغلي. كي شفت الماء تاعي غلا كيما راك تشوفي كلشي راه قدامك، نحاول ما نقص لك والو في الفيديو. كي الماء بدا يغلي حطيت البركوكس خلطته وطفيت. تمتم صاي الماء كان يغلي، حطيت البركوكس خلطتها كتخليطه خفيفه وطفيت تمتم الماء النار. كي طفيت رحت درتها في الكسكاس، صفيت هذاك الماء مغلي. هنا غادي ندير له 50% من الطياب تاعه. هذه المرحله غادي توفر عليا الوقت والجهد، يعني غادي كي نفوروه غير مره واحده، ما غاديش فوروه 3 خطرات، ما يدي لك لا تفوار لا والو. خليته على جهه حتى يتفالي، خليته يكثر غايه من داك الماء.
عاود حطيتها في القصعه. هنا غادي ندير لها حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت، غير 2 مغارف تاع الزيت مع شويه تاع الملح، ونخلط غايه داك الزيت مع الملح، ندخلوه غايه في البركوكس. وهنا الشيرات على بالكم غادي كي تلمسوا البركوكس تاعكم تلقوه صاي ديجا راه بريسك طايب، بريسك طايب، ما غاديش كاع يغبنكم. نغطيه ونخليه، هنا غادي نغطيه ونخليه حوالي، شوفي خليه حتى يبرد، حتى يتشرب لك غايه الزيت ويبرد. وهنا بعد اللي برد لي مليح مليح اللي تقدي، شوفي تقدي توشيه بيدك وتقدي تحليه بيدك نورمال صاي. هنا راه شارب لي الزيت مليح والبركوكس تاعي راه فريمون ما شاء الله. هنا هذه الطريقه، شوفوا الشيرات كاع هذه الوصفه كومبليت، طريقه كومبليت دايتها على اختي وكاع تعرفوا اختي ام غفران. تبارك الله البركوكس تاعها داير ضجه في اليوتيوب وكاع يخدموا به، حتى النفاسات وكاع بزاف شباب ومداري ديرها لنا في الدار اكثر من روعه. على هذه انا نديره كيفها. المهم هنا جبت كسكاس وحطيت البركوكس في كسكاس، غادي نديرها في القدره الماء تاعها راه يغلي، نحطوا البركوكس يفور. كي نشوفه فار لي ودار داك البخار نغطي على البركوكس، نزيد له 5 مينوت ولا ونطفي عليه. كي نشوفوه صاي فار نزيدو نغطوا عليه في هذيك لا فابور تاعه ونخلوه حوالي 5 دقائق ونطفوا عليه ونخلوه على جهه. هنايا الكوكوطه تاعي فات عليها 25 دقيقه، حليت عليها. شا غادي ندير؟ نقلع هذاك الدجاج ونقلع الكرافس والقزبر، هادوك نرميهم نقيسهم، والدجاج هذاك نخليه نفتاه مع التالي، صايره واجد لي هذاك الدجاج. من بعد نفتوه ونحطوه كيما مدارين نعرفوا نحطوه في البركوكس. والبنات هنا في بدايه الفيديو نسيت باش نقول لكم تنجموا ديروا الحمص، انا ما كاش عندي الحمص ما درتهش. ديروا الحمص تاني كي يجي شباب. في هذه المرحله كي تقلعوا الدجاج قلعوا الحمص. جبت الميكسور وميكسيت كاع الخضره تاعي هكا، شوفي ميكسيت كل شيء بالميكسور حتى تحصلت على هاد لاصوص الشابه. هنا دوقي الملح الا خصك زيدي، ما خصكش ما تزيديش. نديروا الدرسه هذه هي اللي تعطيك البنه الرائعه تاع البركوكس. ديري شويه تاع ماغي، مقدار صغير تاع الماء، ربطه مليحه تاع قزبر، 3 فصوص كبار توم غير كتري، انا عندي الفصوص كبار درت 3، ربطه مليحه تاع قزبر نقي، 2 مغارف راس الحانوت تاع البركوكس. ميكسيت كل شيء تحصلت على هذا الدرسه. عندك قزبر والثوم كتري منهم، 2 مغارف معمرين غايه راس الحانوت تاع البركوكس، شويه ماغي باش تنطحن لك، ونروحوا نحطوها على هذيك لاصوص اللي راها تغلي. كي تبدا تغلي نحطوا هذيك لاصوص. وهنا لاستيوس تاني اللي ديرها اختي وبزاف تعطي واحد الذوق رائع اللي هي البصل. تروح تاشي البصل تاعك غير حبه صغيره، هذا مكان اشيه بيان باش ما يبانش، وحطيه مور هذيك الدرسه. نغطو هنايا بلا ما نبلعو كوكوطتنا، غير نغطو عليها خلوه 5 دقائق ولا 10 دقائق باش تدينا هذيك البنون. صيبون راهي طايبه، المرقه تاعي راهي واجده. البركوكس تاعي فار لي غايه، درته في القصعه كيما راكم تشوفوا، ما غادي نضيف له والو، راه واجد، رانا دايرين له الزيت والملح راه واجد. لاصوص تاعي فاتت عليها هنايا 5 دقائق ولا انا خليتها حتى ل 10 دقائق، راهي واجده. يعني كل شيء راه واجد، طريقه سهله وبسيطه وما يدي لك لا وقت لا جهد لا والو. هنايا ما نحطوش البركوكس كومبلي، هنا نعطيكم الفكره تاع الجدود. هنا الكوكوطه اللي طيبت فيها اللي كنت كبيت في القدره غادي نصفو. شوفي خلي كميه توجور تاع الروا، توجور في البركوكس خلي كميه من المرق تكون صافيه على جهه. هنا دسيت كميه في القدره كيما شفتوا، نغطيها ونخليها، ونروح نجيب البركوكس تاعي نحطه في المرقه اللي راها في الكوكوطه الكبيره. صاي توجور قلعي هذاك ربع الكميه ولا قلعيها على جهه. هنا حطيت البركوكس تاعي ودرته على نار متوسطه باش يتشرب لي بيان لاصوص ويجيني بنين. هنا نغطيه ونخليه تاني يا ربي 5 مينوت ولا هذا مكان. المهم هو راه طايب البركوكس، غير باش يزيد يطيب لي في المرقه. شوفوا خليته 5 دقائق وراه واجد. هاد الوصفه غير اعتمديها وكونك مهنيه، اعتمديها حتى في ملايم كل عرضات تاوعك ونفاساتك، غير اعتمديها. هنايا البركوكس راه واجد. المرق تاعي كيما راكم تشوفوا خليته على جهه والدجاج فتته، حطيت كميه تاع البركوكس. ودرك شنديرو باش ما يقعدش هكا خاطر وثقيل بزاف، نزيدو من هذيك المرقه من الفوق. تزيدي على حسب اللي تبغيه نتيا، جاري بزاف ولا هكا ابل. وحطيت هكا البنات. هنا رشيت عليها شويه راس الحانوت تاني تاع البركوكس، سيرتو لا كانوا حارين ومحرحرين يجيوك هبلو.
هنا ندير الدجاج مفتت. على هذه نبغوا نديروا الصدر في البركوكس باش من بعد نفتوه. ما تنسيش رشه القزبر، هو يبغي بزاف القزبر، رشه القزبر وراكي مجداته. وماذا بك تاني ما تنسيش الحار الجويه تاني، على خاطرش البركوكس كي يجي حار يجي شباب، يكون حامي وحار روعه. بصح كاين اللي ما يبغيش حار كيما انا ما درتش الحار، درت غير الجويه. اللي بغى يدير حار يحطها حداه. البركوكس تاعنا راه واجد، وصفه اكثر من رائعه. نقول لاختي ام غفران قناه لاكي نقول لها الله يعطيك الصحه، باسكو فريمون بنينه موالفه ديرها لنا ودرتها على طريقتها جاء بن واروع وبزاف بزاف الشباب. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي الفيديو يدي حقه من المشاهده، وهذا بالفضل تاع الجام تاعكم. كثروا لنا لي جام، كثروا لنا من التعاليق، وما تنسوش الصلاه والسلام على الحبيب محمد. سلام.